السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلامي بصلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض طريقة عمل الجيلي. هنعمل طبعا جيلي بالموز، جيلي بطعم الفراولة وجيلي بطعم المشمش، وهن طبعا هنزينه كده بالموز زي ما انتم شايفين. فيلا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. انا طبعا معايا هنا طبعا المكونات بتاعتي، معايا بوله طبعا كده عشان هنعمل طبعا ده جيلي اللي هو المشمش، منتجات دريم. تمام. ومعايا موز، وطبعا كل بوله معاها المغرفه بتاعتها عشان طبعا انا هعمل صنفين. صنف اهوت معايا بالمشمش والصنف التاني معايا بالفراوله. طبعا زي ما انا قلت لكم كل بوله معاها مغرفه عشان طبعا دي هتبقى لون ودي لون، فما ايه نلخمش نفسنا كده. تمام. يبقى كل حاجه كده خاصه بيها. فطبعا دي منتجات دريم طبعا جميله جدا ما شاء الله. ومعايا طبعا ميه مغليه في الكاتل كده زي ما انتم شايفين، وميه برده في الدوره اللي ورا ده ميه ساقعه. تمام. واسم الله الجميل حبيب قلبي اللي منورني ومشرفني دايما في كل فيديوهاتي، ودوار الشمس الجميله. ودي كده المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين بتاعت وصفتنا النهارده، وصفه الجيلي بالموز. سهله جدا وبسيطه. يلا بينا بقى ندخل عامل مع بعض ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا نبدا مع بعض كده بالفراوله الاول. يلا بينا. وكده يا حبايبي هنبدا بقى مع بعض دلوقتي كده بالكيس الاولاني اللي هو الفراوله. نبدا مع بعض كده نفضيه سوا. بسم الله. نقطع بس كده الكيس وهنبتدي نفضيه هنا كده في البوله. ده باكو واحد بس اهوت فراوله. تمام. وهنبتدي ننزل طبعا معايا كده بكوبايه ميه سخنه. تمام. اهو لازم يكون ميه مغليه، كوبايه مغليه. تمام. هنزل بيها بالراحه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبتدي اقلب بسرعه كده وادوب كل الخليط بتاعي كده بالشكل ده. طبعا انا بحط في الاول كوبايه سخنه تكون ميه مغليه جامد. تمام. بعد كده هضيف لها كوبايه ميه ساقعه، يعني كل كيس من الاكياس دي بياخد كوبايتين ميه، واحده سخنه وواحده ساقعه. تمام. انا دلوقتي دوبت الميه السخنه بيها. هنزل طبعا دلوقتي بالميه البارده. هنزل برضو بكوبايه كده. بسم الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده المقدار الصح للجيلي. وهنبتدي ندوب بالراحه كده سريع سريع. تمام. بمضرب بقى او بالمعلقه عادي، هو كده كده بيدوب معايا على طول، مش محتاج مضرب ولا اي حاجه اهو. تمام. يلا بينا بقى كده هنسيب خلاص دوت، خلاص خلصنا منه. يلا بينا دلوقتي نعمل المكون التاني بتاعنا اللي هو الفراوله. مانجا. معلش، لا مش مانجا، المشمش. ماشي اهو المشمش. يلا بينا. برضو زي ما عملنا في البوله التانية هنعمل في ده برضو كده. هنقطع الكيس الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ده شكل المانجا قوي. ما هو قريب من لون المانجا بس هو مش مانجا ومشمش. ما لقيتش مانجا. ماشي. هنزل طبعا في البوله التانية اهو بالكيس التاني. تمام. اللي هو المشمش. وهبتدي انزل برضو زي ما عايرنا في المره الاولانيه، كوبايه ميه مغليه سخنه كده اهي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل بيها بالراحه كده اهو. تمام. وهقلب برضو. لا هنجيب معلقه تانية بقى عشان دي فراوله. وهبتدي بقى طبعا ادوب كده الخليط طبعا دوت بالميه السخنه زي ما احنا شفنا كده بمعلقه تانية. طبعا زي ما قلت لكم لازم يكون مغرفه لوحدها للون ده ومعلقه برضو للون ده. هنزل طبعا بعد ما دوبت كده الميه السخنه مع الخليط، هنزل بكوبايه الميه الساقعه او البارده. تمام. زي ما قلت لكم الكيس بياخد 2 كوب ميه. تمام. ادي ميه ساقعه اهي. وهنزل بيها برضو. بسم الله. بس كده شكرا. وهبتدي برضو ادوب كده زي ما انتم شايفين معايا كده اهو. دوبتها. لازم تدوبيها جامد عشان الخليط كله يختلط بالميه كده. بس خلاص كده مش محتاجين اي حاجه تاني. يا رب يكون واضح للكاميرا معاكم اهو.
يلا بينا بقى دلوقتي. خلاص شايفين قوامه ما شاء الله، طبعا هو لسه هيجمد معانا. يلا بينا دلوقتي بقى نقطع مع بعض الموز، هنقشر مع بعض كده الموز. ده الموز طبعا احنا جبناه في المشتريات السوق، مشتريات السوق الخضار والفاكهه طبعا. تمام. وقلت لكم ان احنا هنعمل ان شاء الله وصفه الجيلي الجميله دي. فيلا بينا بقى كده نقطع الموز عشان ايه نزينه بيه كده ويبقى احلى جيلي بالموز ان شاء الله مع بعض. اقطع بقى بقيه الكميه دي وارجع لكم عشان وقت الفيديو، انتظروني. وكده يا حبايبي بعد ما قشرنا بقى كميه الموز هنبتدي بقى نقطعها كده تقطيع كده رفيع بالشكل ده، يعني لا تخينه ولا رفيعه، وسط كده اهو. هنقطع بقى تقطيع كده ما شاء الله جميل زي ما انتم شايفين معايا اهو، يا رب يكون واضح. نقطع بقى الكميه دي كده ونرجع نكمل بقيه وصفتنا. يلا بينا. وكده يا حبايبي يلا بقى بعد ما خلصنا كده قطعنا الموز بالشكل ده، يلا بينا بقى كده نفضي مع بعض بقى في الكاسات الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه. هنفضي مع بعض كده. اول حاجه الفراوله لازم يتدوب، يعني يكون سايل خالص معانا كده اهو، شايفين زي ما انتم شايفين كده معانا. هو كده كده هيتماسك ان شاء الله في التلاجة. تمام. يلا نقول بسم الله كده ونبتدي نفضي مع بعض. نقرب طبعا كده الكاسات. بسم الله. كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتي بتملوش قوي عشان خاطر لسه هنضيف له موز، فالموز طبعا هيطلع كده علشان ايه ما ياخدش مساحه معاكي وتلاقي الجيلي عمل معاكي وخرج بره الكيس. تمام. كاسات بقى واطباق بقى عندك واي حاجه موجوده عندك. احنا بقى نستغنى عن المغرفه كده، واخر حبه هننزل بيهم طبعا كده اهو، ندوبهم كده بالراحه كده بالشكل ده عشان خاطر يبقوا ايه مظبوطين، وننزل كده بيهم على الكاس بتاعنا. سبحان الله هما ال3 كاسات بالظبط على قد الكاسات. تمام. خلاص خلصنا كده الفراوله. تعالوا بقى نعمل مع بعض ايه. سيبوا الفراوله دلوقتي كده، ولا يلا نحط لها الموز بتاعها بالمره. هنزل كده بالراحه بسم الله الرحمن الرحيم بالموز. طبعا التزيين ده بقى حسب راحتك انتي، حابه تضيفيه تحت وبعدين تسيبيه يجمد شويه وبعد كده تضيفي الجيلي عليه عشان يبقى من تحته كده عادي، حابه تضيفي من فوق كده زي ما انا بعمل برضو عادي، يعني ده شغال وده شغال. تمام. الاتنين هيدونا نفس النتيجه يعني. بس انا يعني لو مش حابه ان انتي تخلي يعني الموز ظاهر قوي عادي، ممكن تسيبيه شويه كده يجمد شويه تحت وتضيفي الموز وبعد كده تضيفي لما يجمد بقيه الجيلي. انا بصراحه حابه اشوف المنظر ده كده لما يجمد، هتشوفوا منظره جميل جدا وتلاقوا شكل الموز مدوكوا شكل حلو جدا في الجيلي. تمام. شايفين اصلا الشكل بيتحدث عن نفسه. بسم الله ما شاء الله تحفه جدا اهو. يلا بينا بقى كده نعمل الوصفه التانية بتاعتنا اللي هو بالمشمش. احنا كده عملنا بقى اللي هو بالفراوله كده، نسيبه بقى شويه ويلا بينا نعمل اللي بالمشمش بمعلقه تانية نضيفه خالص غير اللي استخدمناها. ونبتدي دوبي بقى كده الخليط بتاعنا اللي هو الجيلي بتاعنا بالشكل ده. طريقه بسيطه وخفيفه جدا ان شاء الله تفرحي بيها اولادك، او لو عندك ضيوف تقدميهم كده للضيوف ان شاء الله كده في الجو الحار ده ياكلوا حاجه ساقعه كده تبقى حلوه. خلاص دوبنا كده الخليط بتاعنا. يلا بينا بقى بمغرفه تانية برضو نضيفه خالص، وهنبتدي كده بسم الله ننزل كده على الكاسات بتاعتنا اهو زي ما قلت لكم عشان ده لون وده لون. ما تستخدميش المعلقه او المغرفه اللي بتستخدميها في الاولاني. تمام كده زي ما انتم شايفين معايا، بسيط جدا وطريقه سهله خالص. امشوا بس على الخطوات زي ما انا عملت كده ان شاء الله باذن الله يطلع مظبوط معاكم وتبهروا بيهم اولادكم. زي ما قلت لكم هنستنى بقى على المغرفه دي خلاص اخر حبه. انا بحب ادوبهم كده عشان ايه يختلطوا ببعض خالص اهو، ما يبقاش في اي حاجه في القاع بتاع البوله. وهنزل بيها طبعا على الكاس الاخير معانا بسم الله بس كده. تمام. شايفين برضو هعمل برضو 3 كاسات ما شاء الله، كيس بيعمل 3 كاسات بالظبط اهو شايفين. يلا بينا بقى ننزل برضو بكميه الموز. لو عايزه تحطي تفاح عادي، عايزه تحطي مانجا، اللي موجود اي فاكهه موجوده عندك عادي ممكن تحطي منها. تمام.
انا موجود عندي مانجا بصراحه، بس انا حابه ان انا استخدم الموز في وصفه الجيلي عشان يبقى جيلي بالموز. تمام. يا رب كده الوصفه تعجبكم وتجربوها بطريقه مملكه هيام، وان شاء الله تطلع حلوه معاكم جدا. وده كده كان الشكل بتاعنا بتاع المشمش. يلا بينا بقى كده نشيل مكوناتنا وحاجتنا دي ونرصهم بقى كده على صينيه او حاجه عشان يبردوا، وبعد كده ندخلهم التلاجة لتاني يوم الصبح ونبقى نشوف شكلهم النهائي. وده كده يا حبايبي بقى شكل الجيلي بعد ما حطيته هنا كده بالشكل ده، يبرد كده. وبعد كده ان شاء الله اما يبرد شويه، لان طبعا لسه سخن، هدخله طبعا التلاجة، ولما يسقع طبعا هوريكم الشكل النهائي والقوام بتاعه. ده كده طبعا الفراولة، ده جيلي الفراولة كده بالشكل ده ما شاء الله بالموز، وادي جيلي المشمش بالموز برضو بالشكل ده ما شاء الله. الاتنين واخدين لون تحفة جدا. وطبعا اسم الله الجميل اللي مشرفني ومنورني في كل فيديوهاتي. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، ويرزقنا ويكرمنا جميعا، وعلى قد عملنا كده ربنا يجازينا خير ان شاء الله. وده كده كانت الوصفة بتاعت الجيلي النهاردة معانا. هنستنى بقى، انا هسيبهم يبردوا شوية وبعد كده ادخلهم التلاجة لتاني يوم. تمام. تاني يوم الصبح بقى اما اصحى كده ان شاء الله، انا بعمل الفيديو ده واحنا بالليل قبل ما ننام، هحط بقى الحاجه دي في التلاجة ان شاء الله الجيلي ده يجمد كده ويتماسك، وبكره اوريكم الشكل النهائي ليه، واوريكم قوامه بقى وندوقه مع بعض كده، واوريكم الشكل النهائي. تمام. يلا بينا احلى جمهوريه في الدنيا، وانتظروا بقى لحد ما اوريكم الشكل النهائي. يلا بينا. وكده يا حبايبي بقى كان تاني يوم ان شاء الله كده، طلعنا بقى كده الجيلي من التلاجة اهو بالشكل ده، بعد ما تماسك بقى وجمد بقى، سبته طول الليل كده في التلاجة على الرف يعني. وبعد كده تاني يوم الصبح اهوت صحيت بقى لقيته متماسك ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. تمام. بالشكل دوت، يا رب يكون الشكل واضح ليكم وعجبكم وتجربوه ان شاء الله. تعالوا بقى كده مع بعض نجرب كده ونشوف قوام الجيلي بتاعنا عامل ازاي. تعالوا بينا. بسم الله. طبعا كده معايا طبعا معلقه اهي، شايفين ما شاء الله متماسك ازاي اهو، شايفين اهو. يلا ندوق كده بسم الله. تحفه تحفه بجد، شايفين جماله، بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى القوام تقيل ومتماسك ازاي، شايفين اهو، شايفينه بيلظ. حاجه بتلظ كده. شايفين جمال الجيلي عامل ازاي. شغل فاخر من الاخر. تعالوا ندوق بقى كده المشمش الفراوله، طعمه حلو جدا. تعالوا كده ندوق المشمش مع بعض. شايفين برضو قوامه كده، شايفين. يلا بينا. تحفه برضو على فكره، طعمه جميل جدا. عارفين طعمه عامل زي ايه؟ طعمه عامل زي قمر الدين، اللي هو طعم المشمش ده. اه والله. طب بيفكرني بطعم قمر الدين. شايفين؟ عايز اشيل معلقه كبيره شويه عشان تشوفوا القوام عامل ازاي. شايفين يا جمهوريه؟ استنى. شايفين؟ دهب، ده دهب، دي حته دهب اهي. يلا افتحوا بقكم بقى. بسم الله. بجد حاجه شغل فاخر من الاخر ما شاء الله يعني. شايفين اهو. شايفين؟ عايزه اوريكم بس الطبق كده. شايفين؟ شايفين اهو. انا ببصوا بقلب لكم الطبق، بس ربنا يستر ما يتقلبش مني في الارض. عشان اوريكم بس ان هو متماسك اهو، مسك الحمد لله خالص اهو. شايفين؟ انا بميل اهوت الكاس، مفيش حاجه الحمد لله واقعه اهي اهي. شايفين؟ يا رب يكون واضح ليكم اهو. تمام كده. ايه الجي بتاعي ناجح وتمام التمام ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم طريقه الجيلي بطريقه مملكه هيام. جربوها بس كده، الجيلي الجميل ده بالفراوله والمشمش كده بالموز، وان شاء الله يعجبكم ويعجب اولادكم ان شاء الله. واشوفكم على خير بقى، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مملكه هيام. ومع السلامه، مع السلامه يا احلى اخوات واحلى جمهوريه في الدنيا كلها.